بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه دورة تكوينية تندرج في إطار المشروع العلمي الذي نيط بالمجلس العلمي المحلي لرفع من مستوى خطباء الإقليم من الناحية العلمية والنفسية والخلقية والتواصلية، ليؤدي الخطيب واجبه نحو أمته بتثبيت إيمان في نفوسها وتنظيم سلوك حياتها وربطها بثوابتها الأصيلة التي حقق المغاربة بها الإجماع. قد اخترنا لهذه الدورة عنوان البناء المنهجي للخطبة، بعد أن عقدنا دورات متعددة في الجماعات المحلية بالإقليم حول موضوع مواصفات الخطيب وحول المصادر الأساسية التي ينبغي أن يعتمد عليها من أجل أن يكمل الخطيب معرفته الضرورية التي تساعده على اختيار الأولى في طريقة بناء الخطبة المؤثرة التي هي من حقوق المغاربة على المجلس العلمي وعلى كل القيمين الدينيين، وفاء بإرث الأجداد الذين ما فتئوا ينشئون المعاهد والمدارس والجوامع من أجل العناية بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المسالك التخلق التي تميز بها المغاربة من قرون. وستتبع إن شاء الله تعالى هذه الدورة بدورات أخرى في العرائش وفي القصر الكبير ثم في النواحي بالاجتماع بكل الخطباء من أجل أن نرتب أنواع التدخل بناء على المعطيات التي جمعناها حول مستوياتهم العلمية والنفسية لنحقق رجاء نرجو من الله تعالى أن يحققه، هو أن تتحول إن شاء الله تعالى المنابر في مدة لا تزيد على 3 سنوات، تتحول إلى مستوى يلحظه الناس ويرضي الخطيب جمهوره، لا من حيث المضمون ولا من حيث الشكل ولا من حيث طريق الأداء إن شاء الله تعالى.